عملت احلى طاجن كبد وقوانص من الخضار. تعالى اقول لكم عملته ازاي، بس لو اول مره تشوفي قناتي يا ريت تنورينا بالاشتراك واللايك من ايديكي الحلوه. معلش على الغيبه الطويله، بس والله غصب عني حماتي في العنايه المركزه وكل يوم والله في المستشفى، ومفيش وقت خالص ان انا اصور ولا امنتج. وناس كتيره كمان لما بنزل الفيديو ما بلقاهاش تسمع الفيديو عندي، وبيبقى المشاهده عندي قليله جدا، وفي فيديوهات كتيره واقعه معايا. ربنا مستعان، بس بالله عليكم عايزاكم ترفعوا الفيديو ده للمشتركين كتير. طبعا هنا عندي بقى معلقتين كده من السمنه الفلاحي حلوين. نزلت عندي بالكبد والقوانص اللي انا غسلاها كويس جدا، وطيرنا الزفاره بتاعتنا بتاعه الكبد والقوانص بمعلقه الطحين، بتخلي ريحه الكبده عندي في حته تانية خالص. قطعتها عندي شرايح زي ما انتم شايفين، وشوحتها عندي بالسمنه. وبعد ما تدبل معايا كده عندي الكبد والقوانص اخد اللون الجميل، هنزل عندي ببصلايه كده حلوه فيها ملح وفلفل عشان ايه البصلايه تدبل معايا بسرعه. وتروحي مشوحاها مع الكبد والقوانص، ولما تيجي تقلبي الكبد والقوانص ما تقلبيش على طول عشان ما تنزلش الميه بتاعتها، وتلقي فيها عندك السمنه فيها ماده كده من الدم. مش عايزين نوصل المعلومه دي، عشان بس ايه تبقى طعم الطاجن ده بقى حلو قوي. البصل عندي دبلت، نزلت عندي هنا بفلفل حار كده عندي، او فلفل رومي يعني ايه نوع فلفل اللي انت حابه. لو حاطه كمان فلفل الوان وبقى جميل جدا، بس انا ما كانش متوفر عندي بصراحه. وبعد كده هنزل عندي هنا زي 4 طماطميات كده حلوين، ومقطعهم برضو مكعبات صغيره. كل حاجه هنا مقطعه مكعبات كده عشان ايه هيبقى طاجن بجد كده يستاهل بقكم. بالله عليكم يا جماعه، لو سمعتي الفيديو لغايه دلوقتي معايا ما تنسيليش بلايك من ايديك الحلوه، واشتركي في القناه عشان القناه تكبر بيكم باحلى عيله في الدنيا. هنحط التوابل بتاعتنا عباره عن عندي ملح وفلفل، كزبره ناشفه وبابريكا مدخنه، ومكعب من الماجي، ورقتين من الورق الغار او الورق الروري زي ما بتحبوا تسموه. بس كده التوابل بتاعتنا سهله وبسيطه. حابه تحطي توابل السبع مفيش اي مشكله، بس انا حبيت اسهل لكم الموضوع عشان تقومي على طول ان شاء الله تعمليها. الطريقه دي جميله جدا ومغذيه جدا جدا، عشان فيها كميه خضار حلوه كده، وبقى جميله جدا في الجو الساعه اللي احنا فيه ده. هنا خلاص عندي الحاجه بتبدا تستوي معايا، اروح نازله عندي بكوستين كده حلوين مقطعاهم كده مكعبات شرايح عندي، بس عريضه شويه عشان الكوسه ما تتهريش معاكي. وعندي كمان هنا زي بطاطسيتين كده برضو حلوين، وقطعتهم برضو زي مكعبات كده او شرايح نص شريحه كده. وبعد كده هنزل عندي بكوبايه كده ونص من الميه عشان البطاطس عندي تستوي. وكمان عندي كمان الكبده مع القوانص، بالذات القوانص هي بتاخد وقت شويه في السوا. بس عايزه اقول لكم بجد استوت وكانت دايبه دوب وحاجه كده اللهم بارك. ريحه عندي الخلطه دي بجد خطيره جدا. حطيت هنا بقى المرقه مع فلفل اسمر وكزبره ناشفه وبابريكا مدخنه. البابريكا المدخنه دي بتدي ريحه حلوه جدا جدا. خلاص كده زي ما انتم شايفين مع التوابل، كل ما تقللي التوابل في الاكل بيبقى الطعم حلو قوي. هنحط بقى الطعم الجميل ده اللي هي حته الفحم. عايزه اقول لكم حته الفحم دي بتخليها في حته تانية خالص. عملت حته فحم كده بعد ما اهم حاجه الكبد والقوانص تستوي معاكي الطاجن الجميل ده. وبعد كده هتحطي الفحميه وعليها نقطه كده من الزيت او السمنه الفلاحي، هتبقى بجد احلى طاجن كبد وقوانص زي ما انتم شايفينه بالخضار. حاجه كده اللهم بارك. كنت عامله جنبيها مكرونه كده من غير صلصه، يعني محمراها بس، وطبق مخلل كده وبألف